تخيل انك تصحى من النوم على صوت صفارات الخطر وتسمع خبر عن عملية سطو مسلح على بنك وسط برلين. اللصوص دخلوا من تحت الأرض بدون ما حدا يشوف شيء، والشرطة لسه مو فاهمة كيف صارت هالعملية. والسؤال يلي رح يخطر ببال الكل، كيف يعني من تحت الأرض؟ ومين هدول؟ وشو قصتهم؟ وشلون حسنوا يخططوا لعملية بهالدقة وبهالجرأة وبهالهدوء المرعب بدون أي رصاصة وبدون إصابات ولا شهود ولا حتى بصمة وحدة؟ طيب كيف حسنوا يحفروا نفق بطول ملعب كرة القدم تقريبا بدون ما حدا يحس عليهن؟ وشلون الشرطة كانت حرفيا فوق راسهن وما حست توقفهن؟ والأغرب من هيك أنه البنك بوقتها كان مزود بأحدث أنظمة الحماية الأمنية، انذارات وكاميرات وحراس وخزنة ضد التفجير. بس كل هالشي ما فاد، والأهم من هذا كله المصاري والذهب والمجوهرات انسرقوا، والتقديرات الأولية صرحت عن أكثر من 9 مليون دولار. بس في إشاعات بتقول أن الرقم الحقيقي أكثر بكتير، بس ما حدا تجرأ يحكي. بس ليش؟ ما حدا بيعرف مين عم يغطي عليهن، وشو علاقة المافيا بهالقصة، وكيف انتهت السرقة بدون أي اعتقالات حقيقية، وكيف ما تم استرجاع أي قرش. القصة مو بس عملية سرقة، القصة فيلم حقيقي من قلب الواقع ببطولة مجرمين عباقرة وشرطة ضايعة وشبكة أنفاق مخفية تحت برلين وخطة عمرها شهور. كل تفصيل فيها محسوب بالملي، وصدق أو لا تصدق نهاية القصة ما رح تتوقعها، لأنك رح تكتشف أنه النهاية ما كانت نهاية عادية أبدا. فإذا كنت أول مرة عم تشاهدني، أنا قندهار بحكي عن القصص الواقعية الغريبة الغامضة حول العالم. أهلا فيك بعالم الغامض. وحاليا خلينا ندخل بعملية السرقة ونرجع بالزمن شوي، وتحديدا سنة 1995 ببرلين، في مقهى صغير بواحد من أحياء برلين الشرقية. كان مايكل شتاينز بارك عم يراقب الشارع، شاب بعمر الثلاثينات، وسيم بس عيونه فيها شي غريب، فيها لمعة حادة مثل عقله، العقل يلي ما بيرتاح ولا بيتوقف عن التفكير. كان عم يشرب قهوة سادة بدون سكر، وعيونه مثبتة على باب البنك، تحديدا البنك اللي اسمه غورماشال، يلي بيقع على زاوية هادية محاطة ببناية سكنية من جهة ومحطة مترو قديمة من الجهة الثانية. مايكل كان بيشتغل قبل كم سنة فني تمديدات صحية، تحديدا أنابيب المجاري والمياه، بس الحقيقة كانت شي تاني تماما. كان مهندس خطط وسارق محترف، ما بيشتغل إلا إذا الخطة عبقرية وبتضمن 100% الخروج بدون ما حدا يحس عليه. جذب مايكل كان بارك فابيان، رفيقه الطفولي، والأكثر من هيك شريكه بالجنون. فابيان كان مسؤول عن معدات الشغل الميدانية، وبس تضطر الأمور هو يلي بيسحب زناد إذا لزم الأمر. فابيان همس بإذن مايكل وقال له هذا هو البنك. مايكل طلع على باب البنك وقال له إيه هذا البنك يلي صار لي سنتين عم راقبه، في خزنة قديمة مو موصولة على أي أجهزة إنذار، يعني فينا نوصلها إذا دخلنا من تحت. قال له فابيان يعني من تحت قصدك من المجاري؟ قال له مايكل لا، من محطة المترو، فيها نفق مهجور وآخر استخدام له كان قبل 40 سنة. البلدية سكرته بس ما ردموه، أنا عندي الخريطة الأصلية. بلشوا يتجهزوا بالخفية بدون أي حركة تلفت للانتباه. اشتروا شقة بالطابق الأرضي قريب من البنك، الشباك الخلفي تبعها بيطل على شارع ضيق بيودي على مدخل القديم مسكر بمفتاح. هذا المدخل بيربط مع نفق المهجور اللي حكى عنه مايكل. الشقة حولوها لورشة كاملة من حفر وخرايط وأدوات تقطيع الخرسانة وأدوات حفر، كاميرات مراقبة، جهاز ترصد على الشرطة، وحتى مولدات كهرباء صامتة. الخطة كانت بتبدأ بعد نص الليل، كل ليل ساعة أو ساعتين حفر وبس، ما بدل لا صوت لا تعب ولا كانوا مستعجلين بشغلهم. الخطة بدها 3 شهور، وفعلا صاروا يلتقوا كل ليلة، وبس يخلصوا شغلهم يشيلوا الأدوات وينظفوا ويمسحوا الأرض وكأنه ما صار شيء. باليوم العشرين اكتشفوا انه في انبوب مي قديم بيفصل بينن وبين اساس البنك. هذا الانبوب لازم يتخطوه بحذر. فابيان صار يقول لمايكل شايف اذا اخطأنا بشي المي رح تنفجر ونغرق. قال له مايكل لا تخاف، حسبت الضغط والزوايا ودرجة الحرارة وكل شي محسوب. وبتاريخ
27 تموز 1995 تحديدا الساعة 3:45 الفجر. حسنوا يوصلوا لأول نقطة تحت البنك مباشر، وباقي أقل من متر واحد ليخترقوا الأرضية يلي تحت الخزانة الرئيسية. هون وقفوا وقرروا يستنوا 3 أيام قبل تنفيذ الضربة ليتأكدوا أنه كل الأجهزة عم تشتغل وأنه ما في حركة غريبة حواليهم بالبنك. خلال هالأيام جهزوا بدلات خاصة لمنع ترك أي أثر، جابوا أكياس تخزين ضخمة ومعدات فتح الخزانة اللي صنعوها خصيصا بناء على نوع القفل المعروف عنه. يوم الأحد 30 تموز كان يوم عطلة، البنك مسكر والشارع تقريبا فاضي. الساعة 2:10 بعد نص الليل فتحوا النفق وبلشوا التسلل من تحت. الجو كان غثاث مليان غبرة وريحة الحديد والعرق عبت المكان. وصلوا لتحت الخزنة واستعملوا مثقب حراري صوته واطي جدا. أخذ الحفر معهن 47 دقيقة بالضبط، ولما فتحت الخزنة كان المشهد خرافي. صناديق، سبائك ذهب، أكياس ماركات ألمانية، مجوهرات وساعات. جمعوا كل شيء خلال ساعة ونص وتركوا وراهن بس فتحة صغيرة بالأرض مغطية بلوح معدني مطلي بلون الأرضية. رجعوا على الشقة وبلشوا يغبوا الغنائم بحقائب خاصة ويغادروا المكان قبل ما تطلع الشمس. الساعة 8:25 صباحا موظف البنك وهو عم يفتح الخزنة لاحظ انه في شيء مو طبيعي صاير بالخزنة. فورا بلغ الشرطة والشرطة فتحت التحقيق، وفجأة انقلبت برلين كلها. كاميرات البنك ما صورت شيء، أجهزة الإنذار ما اشتغلت، البصمات ولا بصمة، كيف فاتوا، كيف طلعوا، وين الغنايم، ولا أي شيء معروف. وحتى لما لقوا النفق بعد 3 أيام كان فاضي ونظيف، ملغوم بلغم صغير بينفجر إذا حدا حاول يدخل لجوا. فاضطرت الشرطة توقف عن التحقيق مؤقتا، ولحد اليوم لا حد انمسك ولا حدا رجع شيء. بس الغريب انه بعد 2 سنين صار شيء غريب جدا. شخص مجهول بعت ظرف للشرطة في صورة لجزء من النفق مكتوب عليها بخط اليد: نحن ما سرقنا بنك، نحن سرقنا وقت وصرنا قدامكم بخطوتين والجاي رح يكون أعظم. بعد ما هربوا من موقع الجريمة، مايكل وفابيان وغيرهم من الفريق اختفوا كأن الأرض انشقت وبلعتهم. لا الكاميرات شافتن ولا شهود ولا بصمات ولا حتى صوت سيارات غريب تم تسجيلها بهالليلة. بس الشرطة ما سكتت، وفورا شكلوا لجنة تحقيق خاصة من 5 محققين بقيادة المفتش هانز ريختر، واحد من أكثر الضباط شهرة وقتها بألمانيا. هانز كان معروف انه ما بيترك تفصيل صغير الا ويلبش فيه، بس بهالقضية كان تايه عاجز وكأنه عم يلاحق شبح. اجتمعوا مع فريقه وقلن بصوت عالي: لا تتوقعوا ان المجرمين عاديين، هدول سبقونا بخطوتين. لازم ندرس الموضوع من الزوايا يلي هن بدن ايانا نغفل عنها. اول شي لاحظوه انه النفق محفور بدقة هندسية غريبة، الزوايا مصفوفة، الارضية ملسة، وما في اي بقايا ادوات او تراب، وكأنه الناس اللي عم تشتغل بورشة فنية مو نفق سرقة. لما جابوا مهندس جيولوبيلي من بلدية برلين قال: هذا النفق مستحيل يكون انحفر بدون خرائط أصلية للبنية التحتية وبدون أجهزة متطورة. وهون بلشت الشكوك، كيف وصلوا لهالخرائط ومين يلي أعطاهن المعلومات؟ بهذا الأثناء ظهروا المجرمين ببيت ريفي صغير على أطراف برلين. كان الفريق مجتمع بعد العملية بكم يوم، الغنايم موزعة بحقائب وكل واحد رح يختفي ببلد مختلف. مايكل كان واقف قدامنا على طاولة عليها دفتر صغير كاتبين عليه كل التفاصيل. قال مايكل: من هاللحظة ما فينا نرجع نلتقي أبدا، كل واحد منكم عنده مسار، جواز سفر مزور وحساب بنكي آمن، بتسافروا بهدوء وبتعيشوا حياة عادية سنة كاملة، بعدين كل شيء بيتوزع حسب الاتفاقية. فابيان ابتسم وقال: لك نحن طلعنا من تحت البنك وصرنا فوق العالم كله. هون ضحكوا كلياتهم، بس ما كانوا بيعرفوا انه هالضحكة يمكن تكون الأخيرة مع بعض. بعد 2 من السرقة صار شي ما كان بالحسبان. واحد من أفراد الفريق يلي اسمه لوثار صار يبعث رسائل مشفرة لمايكل بيطلب جزء أكبر من الغنيمة وبيهدده أنه ممكن يحكي. مايكل فهم الرسالة وفهم أنه الخطر مو من الشرطة، الخطر صار من جوا الفريق نفسه. وبتاريخ 3 تشرين الأول لوثار اختفى فجأة من فندق كان نازل فيه بإسبانيا. كاميرات الفندق ما صورت أي دخول غريب،
بس آخر شي شافوه رجل غريب طوله 190 سنتي لابس معطف طويل دخل على غرفة لوثار وما طلع منها بعدها. الشرطة الإسبانية ما قدرت تثبت أي شيء، الجثة ما ظهرت بس الرسائل وقفت. بهذا الأثناء رجع المفتش هانز للتحقيق وركز على حركة العقارات حوالي البنك. اكتشف أنه الشقة يلي انطلق منها الحفر كانت باسم سيدة مسنة توفت قبل سنين، واسمها استعمل بعملية الشراء المزور. لكن الغريب بالبحث العميق طلع أنه نفس الاسم استعمل سابقا بعملية غسيل الأموال ببلجيكا. وهون بدأت الخيوط تتشابك. هانز قال لفريقه: يا رفاق، نحن ما عم نلاحق عصابة صغيرة، نحن عم نلاحق شبكة دولية. هون دخلت على الخط الاستخبارات الألمانية بسنة 1996، يعني بعد سنة من السرقة. وصل ملف المديرية الفيدرالية الألمانية فيه تقرير سري وفي شك بأنه من جهات استخباراتية شرقية سابقا، تحديدا من عناصر من شتايزي جهاز المخابرات الألمانية الشرقية. ممكن يكونوا ساعدوا هالعملية، والسبب أنه مايكل كان جندي سابق بالهندسة العسكرية بألمانيا الشرقية، والخرائط اللي استعملوها ما بتتوفر إلا بمكتب الدولي قبل توحيد ألمانيا. وهون ظهرت نظرية جديدة: هل السرقة كانت بهدف تمويل عملية سرية، أو تسديد ديون على جهاز مخابرات سابق، أو حتى جزء من حرب مالي خفيف؟ الرسائل المجهولة تزداد الغموض، وبنفس الوقت وصلت 3 ظروف للشرطة، وكل واحد فيه صورة من جوا النفق وقطعة من قفل الخزنة المكسور وملاحظة مكتوب فيها بخط اليد: ما خلصت القصة، هذا كان درس. الشرطة انجنت، مين يلي عم يبعت الرسائل؟ وإذا فعلا كان درس، شو رح تكون العملية الجاية؟ مين هدفهن؟ وشو الشيء الأكبر يلي ناطرين يعملوه؟ بسنة 1997 الشرطة أعلنت تجميد الملف لعدم كفاية الأدلة، بس المفتش هانز ما سكر الموضوع بقلوب الموظفين وحكى قدام الكاميرات: هن موجودين عايشين بيناتنا، ويمكن كل يوم نشوف واحد منهن وما نعرف مين هو، بس صدقوني القصة ما خلصت. ولليوم ما في ولا اسم رسمي ارتبط بالقضية، ولا حدا رجع المصاري، ولا حتى اعترف واحد بهالعملية. بس الناس لسه بتحكي عن العملية الأذكى بتاريخ السرقات الأوروبية. بس الشيء الغريب أنه بعد أكثر من 20 سنة صارت سلسلة سرقات جديدة بأوروبا بنفس الطريقة، بس هالمرة بدون أي دليل وبدون حتى النفق. كان في حدا عم يعيد السيناريو بس بنسخة متطورة أكثر، أخطر وأذكى. في أوائل عام 2000 وبعد ما مر أكثر من 5 سنوات على العملية سرقة بنك برلين الشهيرة، بدأت تسري إشاعات جديدة بين الأوساط الاستخباراتية في أوروبا. ناس بدأت تحكي عن مجموعة كبيرة من السرقات يلي صارت بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب في دول مختلفة من فرنسا لروسيا وحتى أمريكا اللاتينية. كان في شكوك أنه العملية ما كانت مجرد سرقة مالية، إنما كانت جزء من خطة أكبر منظمة دوليا. في أواخر شهر نوفمبر في سنة 2000 وصل ظرف مجهول لصحفية ألمانية مشهورة. الظرف كان مختوم وما كان فيه اسم المرسل، فقط كان مكتوب عليه بخط يد واضح: العملية انتهت والحقيقة جاي أكبر، راقبوا القوافل القادمة. الصحفي هانس غريفور هو اللي استلم الظرف، وكان عنده شكوك قديمة عن القصة. قرر يفتح الظرف مع فريقه ووجد فيه صورة قديمة لبنك برلين. بس الغريب أنه كان مكتوب تحت الصورة تاريخ 1999، بس الظاهر كان مكتوب بالخط نفسه يلي استخدموه قبل في الرسائل القديمة. هانس غريفور قرر يروح على الشرطة، بس مو بأي طريقة بل بأسلوبه الخاص، وهو بيعرف أنه هيك قصة رح تثير ضجة كبيرة، وكانت الفرصة الذهبية لكشف المستور. بدأت تصل رسائل مشابهة للصحافة الكبرى في أوروبا، كل واحدة كانت تشير لشيء غريب، والشيء هذا هو القوافل. كان المقصود فيها ناقلات ضخمة من الأموال، أجهزة متطورة ومواد محفوظة تحركت عبر أوروبا الشرقية. الشرطة كانت تحاول تلاحق أي دليل، لكن كل مرة كانوا يضيعوا الأثر. بس الغريب أنه كان في شاحنات معينة بتمر عبر الحدود بدون أي تفتيش، وكأن الأمور كانت مرتبة مسبقا. الشرطة في برلين بلشت تلاحظ حركة مشبوهة لسيارات كبيرة محملة بمعدات وآلات ثقيلة تدخل مناطق مغلقة وتخرج منها بدون أي تبرير. وكان في شخص مشتبه فيه ويبدو عليه أنه مرتبط بطريقة ما بالعملية الأولى، لكنه اختفى فجأة بعد فترة قصيرة. في كل مرة كانت الشرطة تقترب من الحقيقة كان يختفي الدليل، وكأنه في مين عم يشتغل خلف الكواليس ويقوم بحماية كل خطوة عم تصير.
ومنتصف عام 2002 وبعد سنوات من الاختفاء التام ظهر فابيان فجأة، لكن ما كان هو الشخص المعروف سابقا. كان يتصرف بشكل مختلف تماما بدون أي تحذير. ظهر في الصحافة المحلية في برلين ليعلن عن نفسه بإحدى القنوات التلفزية وقال: أنا فابيان، والشيء اللي شفتوه بالماضي ما كان كل شيء. السرقة ما كانت مجرد سرقة عادية، نحن كنا جزء من عملية أكبر بكثير. المذيعة كانت متفاجئة وقالت له: كيف تجرأت على الظهور حاليا بما أنه أنت جزء كبير من عملية الهروب؟ وين كنت مختفي طول هالسنين اللي مضت؟ قالها فابيان: كنت مختفي مشان أعيش حياة جديدة، لكني تعلمت كتير بهاي الفترة. تعبت من الهروب وكنت بدي أقول الحقيقة، بس في مين عم يراقبني وفي لعبة أكبر من ما تتصوروا. الشيء اللي قاله فابيان بهاي المقابلة كان بمثابة المفاجأة الكبرى. بدأت الصحافة تطرح التساؤلات جديدة: إذا كانت السرقة مو مجرد عملية شخصية ولا حتى عملية محلية، فهل كانت جزء من مؤامرة أكبر؟ هل كان في شخص أو جهة كانت تحرك هدول المجرمين؟ بهي اللحظة ظهرت بداية الأدلة اللي بتربط بالسرقة بمنظمات سرية دولية مثل المافيا الشرقية، وحتى أطراف من أجهزة الاستخبارات السوفيتي السابق. وهون بلشت تظهر على السطح أسماء عدة شخصيات محورية من تلك الشبكات. كانت القضية أكبر من مجرد سرقة بنك، كانت عملية لغسيل الأموال وتوزيع الموارد بين العصابات الدولية، بل وربما تمويل حروب سرية. وحتى بعد عودة فابيان للظهور كانت الشرطة لا تزال عمياء عن معرفة الوجه الحقيقي لمن كان يقف وراء العملية. في أواخر عام 2004 بدأت تطلع تقارير تشير إلى أن هناك شخص آخر كان يخطط للمزيد من العمليات الكبرى في برلين وغيرها من العواصم الأوروبية. لكن الأغرب من هذا كله هو ظهور المستندات تشير إلى أن الأموال اللي انسرقت تم نقلها إلى منطقة في الشرق الأوسط، بحيث كانت تتحرك بموجب الاتفاقيات الاقتصادية غير معلنة. مع نهاية 2005 ومع كل هذه التطورات، أعلن المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن التحقيقات رح تستمر، لكن بدون أن يعطي أي تفاصيل جديدة أو فكرة حول هاي المنظمة. المفتش هانز ريختر يلي تقاعد بعد سنوات من التحقيقات طلع في تصريحات نارية في مقابلة صحفية وقال لهم: لقد كانت البداية فقط، القصة أكبر ما بتتصوروا، في شيء كبير قادم رح تكتشفوه شي يوم، وإذا كنت مفكر إنه القصة انتهت فأنت غلطان، الجاي أعظم. ما زالت القصة مفتوحة والملفات لم تغلق بعد. الشرطة الألمانية في حالة استنفار دائم، وأوروبا كلها تتراقب شو راح يصير بالمستقبل. هل كانت هي السرقة مجرد بداية لما هو أخطر؟ ومين هدول اللي مختفين خلف الظلام بانتظار اللحظات المناسبة ليظهروا مرة تانية؟ القصة ما انتهت، ما في لحد الآن أي جواب واضح، ولكن كل ما مر وقت تزداد الشكوك حول حقيقة الشيء اللي صار في تلك الليلة السوداء في برلين. ومين هو العقل المدبر الحقيقي وراء سرقة بنك برلين بسنة 1995؟ وين الأموال اختفت كلها؟ هل رح يظهر كل شيء بالمستقبل أم أن الجواب رح يضل غامض للأبد؟